النهارده يا صديقي هنعيش مع بعض في رحلة بعيدة عن الواقع. هنشوف ازاي ممكن بنت جميلة في غمضة عين تتحول لست عجوزة، وبتقابلها قلعة متحركة وبتقرر تعيش فيها. وهناك جوه القلعة العجيبة دي بتقدر تتكلم مع النار وبتعمل معاها صفقة. فتفتكر يا سيدي ايه هي الصفقة دي، وايه اللي ممكن بطلتنا تشوفه تاني جوه القلعة دي؟ ده بقى السر اللي هنعرفه لما نشوف فيلمنا مع بعض. بس قبل ما نبدأ متنساش لايكك العسل وسبسكرايبك الجامد. انا زياد ويلا نشوف ايه الدنيا. بيبدأ الفيلم بصوفي وبنعرف انها شغالة في محل لصناعة القبعات، وبنشوفها بتخلص شغلها وبعدها بتقرر تروح لاختها ليتي. وفي الطريق بيقابلها اتنين من الجنود وبيحاولوا يضايقوها، بس بيظهر شخص فجأة وبيقول لهم انها صديقته وبياخدها وبيمشي. وبنعرف يا صديقي ان الشخص ده اسمه الساحر هاول، بس صوفي ما تعرفش لحد دلوقتي. المهم ان هاول بيقرر يوصل صوفي للمكان اللي هي رايحاه، وبيهاجمهم مجموعة من وحوش ساحرة النفايات. بس هاول بياخد صوفي وبيطير بيها في الجو وبيهرب من الوحوش، وبيعلم صوفي ازاي تقاوم وتمشي في الجو زيه لحد ما بيوصلها لمكان اختها وبيمشي. المهم ان بعدها صوفي بتحكي لاختها اللي حصل لها، وما بيبقوش مصدقين اللي حصل ويا ترى ده حلم ولا ايه بالظبط. المهم ان صوفي بتخلص مع اختها وبترجع للمحل، وبعد ثواني بتتفاجئ بساحرة النفايات بتخبط عليها. ولما صوفي بتفتح لها فهنا ساحرة النفايات بتسحرها بتعويذة وبتخليها ست عجوزة جدا، وبتخليها ما تقدرش تقول انها اتسحرت من ساحرة النفايات. وعايز اقول لك يا صديقي ان ساحرة النفايات عملت كده لانها عايزة قلب هاول، ولما شافت هاول بيساعد صوفي فقررت تنتقم منها وتحولها لست عجوزة. المهم ان في اللحظة دي صوفي لما بتشوف نفسها عجوزة بتتخض جدا، بس بتحاول تهدي نفسها وما تتوترش. وتاني يوم بتيجي صاحبة المحل والبنات اللي شغالين مع صوفي عشان يبدأوا يومهم في الشغل. وفي الوقت ده بتطلع أم صوفي تنادي عليها في أوضتها، بس وقتها صوفي بتقول لها إن عندها برد ومش هتقدر تخرج. ومن هنا بتقرر صوفي إنها هتمشي وتسيب البلد كلها بعد اللي حصل لها ده، لأنها مش هتقدر تقول حاجة ولا حد هيصدق اللي حصل لها. وفعلا بنشوف هنا صوفي بتلم حاجتها وبتمشي من البلد، وبعد مشي كتير بتقعد في حديقة كبيرة ترتاح شوية، وبتلمح من بعيد عصاية فبتروح تجيبها عشان تستخدمها كعكاز. لكنها بتتفاجئ إنها فزاعة على شكل راس فجل، وكمان بتقدر إنها تتحرك. وبنفهم يا صديقي إن الفزاعة دي مسحورة وعليها تعويذة. المهم إن الفزاعة بتقرر تساعد صوفي وبتجيب لها عكاز، وبعد كده صوفي بتكمل في طريقها لحد ما بتلاقي قلعة هول المسحورة. والقلعة دي مشهورة جدا في البلد لأنها بتتنقل في أي مكان. وأيوة يا صديقي دي قلعة هول اللي ساعد صوفي قبل كده. المهم إن صوفي بتقرر تدخل القلعة لأن ملهاش مكان تبات فيه، وأول ما بتدخل وبتقعد بتتفاجئ إن النار بتتكلم معاها. وبنعرف هنا إن النار دي عبارة عن شيطان اسمه كالسيفر، وبيعرف لوحده إن صوفي مسحورة وما تقدرش تعترف بكده. وبيقرر يعمل معاها صفقة، وهي إنها تساعده يعرف يكسر السحر اللي عليه عن طريق إنها تكشف العقد السري اللي بينه وبين هاول، ووقتها هو هيكسر سحرها. بس وقتها صوفي بتنام وهي بتكلمه، وتاني يوم بتصحى على خبط الباب وبينزل ماركل يفتح. وماركل ده يبقى طفل عايش في القلعة وبيقدر إن هو يحول نفسه لراجل عجوز. وبيفتح الباب وبيبقى الملك باعت خطابات لهاول عشان الحرب اللي في البلد، وإنه محتاج كل ساحر وساحرة معاه عشان يساعدوه في الحرب دي. المهم إن بعد كده ماركل بيسأل صوفي هي مين، فبتعرفه إنها من أرض النفايات. ووقتها بتبقى صوفي مستغربة من كل حاجة حواليها، وبتاخد بالها من باب القلعة السحري، وهو إن مع كل لفة بتقدر تغير المكان اللي هي فيه. وبعد كده صوفي بتتعايش مع الجو وبتعمل أكل لماركل، وبتجبر كالسيفر إنه يسخن الأكل يا إما مش هتساعده يكسر السحر بتاعه. وعشان تبقى عارف يا صديقي كالسيفر ما بيساعدش حد عموما غير هاول، عشان كده في الأول ما كانش راضي يسخن الأكل لصوفي. وفي اللحظة دي بيدخل هاول، ووقتها صوفي بتعرفه بنفسها وبتقول له إنها الجدة صوفي. وبعد كده هاول بيعمل الأكل بنفسه، وبيبقى كلهم متعايشين مع بعض بكل حب. يعني حتى هاول ما اعترضش على وجود صوفي. وفي وسط ما هما بياكلوا فهاول بيقول لصوفي توريه اللي في جيبها، ولما بتخرج اللي في جيبها بتبقى تعويذة وكمان رسالة من ساحرة النفايات لهاول. فوقتها هاول بيحرق الورقة، بس السحر بيبقى لسه موجود. وبعد كده بيقول لكالسيفر يحرك القلعة 100 كيلومتر عن هنا. وعايز أقول لك يا صديقي إن كالسيفر هو اللي بيحرك القلعة، يعني بمعنى أصح من غير كالسيفر القلعة هتتدمر. المهم إن هاول بيمشي، وهنا بقى صوفي بتنظف القلعة كلها لأنها ما كانتش نظيفة خالص. ويبقى كالسيفر مرعوب إن صوفي تطفيه بالغلط، لأنه لو انطفى هيموت هو وهاول. وبعد تنظيف كتير بتقدر صوفي إنها تخلي القلعة جنة، وبتخرج من شباك القلعة تستمتع بالجو هي وماركل. وبتلاقي كمان راس الفجل متعلق في القلعة فبتساعده زي ما ساعدها قبل كده. وبعد شوية بيوصلوا لمكان جميل قوي على البحر، ووقتها راس الفجل بينشر الغسيل في الهواء الطلق. أما صوفي فبتقعد مع ماركل. وبالليل بقى
بتشوف هول وهو في الحرب مع الوحوش والسحرة، وبيبقى متحول لطائر ضخم جدا. وبعدها بيرجع للبيت وبيبتدي يرجع لطبيعته تاني. وتاني يوم صوفي بتاخد ماركل وبينزلوا يشتروا مشتريات من السوق. وفي طريقهم بيلاقوا تجمع أهل المدينة عند المينا بسبب إن في طيارة من الطيارات العدو حرقت سفينة في البحر. وبعد كده صوفي بتاخد ماركل وبيدخلوا القلعة. ووقتها بتتفاجئ بهول وهو بيصرخ بسبب إنها لعبت في العبوات اللي في الحمام وخلطتهم في بعض وهي بتنظف، وشعره لونه اتغير. فوقتها هول بينهار جدا وبيبقى متضايق. فصوفي بتتضايق هي كمان وبتخرج بره القلعة. بس بعد شوية بتدخل لأن هول حالته بتسوء وبقى بيسيح وبيخرج من جسمه مادة لزجة، وكل اللي في القلعة قلقانين عليه. فهنا صوفي بتطمنهم وبتخليهم يطلعوه في أوضته، وإن اللي عنده مجرد زعل مش أكتر. وتاني يوم بتدخل صوفي لهول أوضته وهي جايبه له مشروب عشان يبقى كويس. ووقتها هول بيفضفض لها وبيقول لها إن ساحرة النفايات مش راضية تسيبه في حاله، وإن هو خايف. هو بيتظاهر إنه قوي بس من جواه عكس كده. وحتى الملك عايزه معاه في الحرب، بس هو شايف إنه مش هيقدر يشارك في الحرب دي. فبعد كلام وتفكير كتير بين هول وصوفي، فبيتفقوا إن صوفي هتعمل أمه وتروح للملك وتعتذر له وتقول له إن هول مش قادر ولا عنده قوة إنه يشارك في الحرب. وفعلا تاني يوم بنشوف صوفي وهي بتجهز عشان تروح القصر. وقبل ما تمشي هول بيديها خاتم سحري وبيقول لها إنه هيراقبها وهو متنكر، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بقى بتبقى صوفيا في طريقها للقصر وبتقابل كلب بيمشي جنبها وبتفتكر إنه هول. وقبل ما بتوصل للقصر بتقابل ساحرة النفايات، وبتبقى سليمان واللي هي ساحرة الملك هي اللي بعتت لها دعوة. وهنا ساحرة النفايات بتتريق على صوفي وعلى شكلها. فصوفي بتقول لها إنها هي السبب في كل اللي حصل لها وإن شكلها هيتحول لكده، وبتطلب منها تزيل السحر ده. فهنا بقى الساحرة بتصدمها وبتقول لها إنها بتعرف تعمل السحر بس ما بتعرفش تكسره أو تزيله. المهم إنهم بيوصلوا لقصر الملك وبيبقى فيه سلم كبير قوي لازم يطلعوا من عليه. وهنا بقى ساحرة النفايات وصوفي بيفضلوا يطلعوا وبيبقوا خلاص على وشك الانهيار لحد ما بيوصلوا. وأول ما بيدخلوا القصر فساحرة النفايات بتلاقي أول كرسي وبتقعد عليه من التعب، بس ده بيطلع فخ من ساحرة الملك عشان تدمر ساحرة النفايات وتستحوذ على سحرها. أما صوفي فبتقابل ساحرة الملك على أساس إنها أم هاول. ووقتها بتتفاجئ إن الكلب اللي قابلته هو كلب ساحرة الملك مش هاول. المهم إن هنا صوفي بتقول لساحرة الملك إن هاول مش هيقدر إنه يشارك في الحرب وإنه إمكانياته محدودة. بس ساحرة الملك بتبقى استغلالية وبتبقى عاوزة تستحوذ على قوة هاول. وفي اللحظة دي بتدخل ساحرة النفايات بعد ما رجعت لست عجوزة جدا. فهنا صوفي بتفهم إن ساحرة الملك مش كويسة وهدفها تدمر السحرة وبتزعق لها جامد. وهنا جمال صوفي بيبدأ يظهر بالتدريج، بس لسه السحر ما اتكسرش بشكل كامل. بس اللي حصل ده نتيجة دفاعها ومشاعرها القوية لهاول. وفي اللحظة دي بيدخل الملك وبيتكلم مع الساحرة، لكن المفاجأة إن بيدخل شخص تاني وبيدعي إنه برضه الملك، والحقيقة إن في واحد منهم طلع هاول بس متنكر. وهنا بقى ساحرة الملك بتقرر تستعمل أساليبها القذرة معاه عشان تستحوذ عليه ويبقى ملكها. وبتضرب عصايتها السحرية في الأرض وفجأة بيظهر بحر بياخد هاول وصوفي لفوق. ووقتها الوحوش اللي تبع الساحرة بيلفوا حوالين هاول وصوفي. وهنا هاول لسه هيتحول لطائر، بس وقتها صوفي بتقول له ده فخ. وبينزل هاول وبياخد المركبة الفضائية اللي جاي بيها وبيقسمها لنصين وبيقول لصوفي تمشي ورا الضوء اللي في الخاتم اللي لابساه. وبيمشي هو عشان يكمل الحرب مع الساحرة. وهنا بنشوف إن مع صوفي في المركبة كلب الساحرة وكمان ساحرة النفايات، بس عشان صوفي طيبة فبتوافق بوجودهم. وبعد شوية بيوصلوا للقلعة. وتاني يوم بتصحى صوفي وبنشوفها وهي بتخرج المركبة الفضائية بره القلعة بمساعدة راس الفجل وماركل. وبعدها بتقعد تأكل ساحرة النفايات. وفي اللحظة دي بيجي هاول وبياخد باله من الضيوف الجداد اللي موجودين في القلعة، سواء راس الفجل أو الكلب أو ساحرة النفايات، وبيتأكد إن كلهم عليهم سحر قوي. وبيقرر إنهم ينقلوا المكان جديد عشان يبعدوا عن ساحرة الملك. وفي اللحظة دي بيقدر هاول بقدرته السحرية إنه يحول القلعة لبيت جديد وجميل جدا. وبعدها بياخد صوفي وبيخرجوا بره القلعة وبيفرجها على جمال المكان وبيشاور لها على المخبأ السري اللي كان عايش فيه وهو صغير. وفي الوقت ده ملامح صوفي بتتبدل لحقيقتها بالتدريج بسبب صفاء مشاعرها لهاول. بس في اللحظة دي بيظهر وحوش ساحرة الملك. فهنا هاول بيتحول لطائر وبيدخل صوفي القلعة وبيكمل هو مع الوحوش. وبالليل بنشوف صوفي بتعتني بالقلعة وبساحرة النفايات، وفي نفس الوقت بتبقى قلقانة على هاول. وتاني يوم بتتفاجئ إن مامتها جاية تزورها وبتديها شنطة وبتقول لها إنها هدية ليها. وبعد ما صوفي بتمشي فهنا ساحرة النفايات بتفتح الشنطة وبيبقى فيها دودة تجسس.
ودي تبقى خاصة بساحرة الملك. فساحرة النفايات بتبقى فاهمة ألعاب ساحرة الملك وبتحرقها. فبنفهم هنا إن ساحرة الملك كانت مسلطة أم صوفي عليها عشان تديها الشنطة دي، وفي نظر أم صوفي إنها بتنفذ الأوامر وبس. وبالليل بتتفاجئ صوفي وسكان القلعة إن المدينة بره مليانة انفجارات وحرب. وبعد شوية بيرجع هاول عشان يطمن صوفي عليه، وبيبقوا الوحوش مساعدين ساحرة الملك واقفين في كل مكان بره. المهم إن هنا هاول بيطمنهم عليه وبيرجع تاني يكمل الحرب. وقتها صوفي بتغير بوابة القلعة عشان يتنقلوا لمكان تاني، بس بتشوف في السماء الانفجارات اللي بتبقى نتيجة الحرب بين ساحرة الملك وهاول. فهنا بتقرر إنها تتدخل عشان تنقذ هاول ويقف الحرب. وبتقرر إنها تاخد راس الفجل وماركل وكل اللي في القلعة عشان يروحوا لهاول. وأول ما بيخرجوا من القلعة بتنهار، لأن صوفي بتاخد كالسيفر معاها وهو أصلا اللي بيحرك القلعة. وفي اللحظة دي الدنيا بتمطر، وبيبقى كالسيفر خايف لأنه لو انطفى هيموت هو وهاول. فبتضطر تدخله تاني وبتطلب منه إنه يحرك القلعة من تاني. والموضوع هنا بيبقى صعب شوية على كالسيفر، بس صوفي بتحط له حطب كتير. وهنا كالسيفر بيستجمع قوته وبيحرك القلعة، وبيقدروا إنهم ينتقلوا لمكان جديد. بس في اللحظة دي أول ما ساحرة النفايات بتسمع إن قلب هاول متعلق بالنار دي اللي هو كالسيفر، بتمسكها بإيديها وبتبقى عايزاها. وطبعا هنا توازن القلعة بيختل. ووقتها صوفي لما ما بتعرفش تاخد كالسيفر من ساحرة النفايات بترمي عليه مية، وبتنسى العبيطة إنه كده هيموت. ووقتها القلعة بتنهار تاني، وبتفضل تعيط وبتفتكر إن كده هاول ممكن يكون مات. وفي اللحظة دي الخاتم اللي كان هاول مديهولها بينور وبيسلط ضوءه على مكان معين. ووقتها صوفي بتروح ناحية المكان ده وبتشوف بداية علاقة هاول بكالسيفر، وهو إن كالسيفر كان عبارة عن شعاع ضوء. ووقتها هاول خد الضوء ده وحطه في بقه، ووقتها خرج كالسيفر من قلب هاول. وفي اللحظة دي بقى الأرض بتتشقق من تحت صوفي وكلب الساحرة، وبتدخل مكان زي الدوامة. وبعدها المكان ده بيوصلها لمكان هاول، وبتتفاجئ إنه تحول لوحش بالكامل. وهنا بتطلب منه إنه ياخدها للقلعة، وفعلا بيطير بيها للقلعة. وهناك هاول بيرجع لشكله الطبيعي بس بيبقى فاقد الوعي. فصوفي بتترجى ساحرة النفايات إنها تديها كالسيفر اللي بقى فاضل منه شعلة بسيطة جدا، وفعلا بتاخده عشان تحطه في قلب هاول عشان يفوق. وبيبقى كالسيفر متأكد إن هاول مش هيموت، لأن لما صوفي رمت عليه المية منطفاش ولا حتى هاول مات في وقتها. وهنا أول ما صوفي بتحط كالسيفر على قلب هاول بيفوق بعدها، والسحر بيروح عن الكل حتى راس الفجل بيرجع لأصله. وبنعرف إنه أمير مملكة بس بسبب تعويذة اتحول لراس فجل، وبيبقى الكل مبسوط وسعيد. وبنشوف هنا كلب الساحرة بيتواصل معها عن طريق بلورة سحرية عشان يعرفها إن النهاية سعيدة وإن الصداقة والمشاعر الجميلة هما اللي انتصروا. فبتقرر ساحرة الملك إنها توقف الحرب وإن ما باليد حيلة. وبس، خلص الفيديو، يلا سلام.